السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أطفالنا الحلوين اللي بينسوا. الفيديو كله هيتكلم عن نسيان أطفالنا وإيه الأسباب اللي ممكن تخلي طفل ما يفتكرش أي معلومة خالص بياخدها في المدرسة، أو أي حد بيقول له أي معلومة بتتنسي بعد لحظات. أولا، الذاكرة يا جماعة عندنا ذاكرة من نوعين: ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. الذاكره القصيره المدى اللي هي بتاخد معلومه عشان انا عايزها دلوقتي، هحفظ رقم التليفون ده عندي او رقم محل معين انا رايح اشوفه، هبص على الرقم مره وخلصنا، مش محتاجه تاني. مش محتاج ان انا اختزنه في الذاكره طويله المدى عشان هستخدمه على المدى البعيد. فالذاكره احتفظت بيه في الجزء ده بس من العقل، فعشان محتاجاه في الوقت ده، وغير كده خلاص بيتنسي. تمام، مش هحتاجه تاني، مش هرجع ان انا عايزه استدعي المعلومه مره تانية. لكن احنا محتاجين ايه مع اولادنا في الدراسه؟ محتاجين المعلومات تتخزن في الذاكره اللي هي بعيده المدى، اللي هي بتحتفظ بكل الاشياء وكل الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نستدعيها على المدى الطويل. طيب، المفروض ان انا دلوقتي ايه المقياس اللي يخليني اقول ان طفل بينسى كل حاجه؟ بيرجع من المدرسه كل يوم: يا حبيبي اخدت ايه النهارده؟ مش فاكر. طب يا حبيبي مين اصحابك؟ يقول لي هو واحد اسمه كذا والتاني مش فاكر اسمه. طيب لعبت مع مين؟ تلاقيه مش فاكر اي حاجه. طيب طبعا ده طبعا بيقلق الام، يعني هو ايه ده؟ ابني ازاي كل ما اديله معلومه او حد يديله معلومه ما بيفتكرش؟ بالمقياس كده، قياسا بالحاجات اللي في البيت بيفتكر. طب اشمعنى بقى بره؟ اذا في حاجه مخليه ابني بره بينسى المعلومه فبيجي مش فاكرها. ما انت فاكر كل الاحداث، اشمعنى الجانب الاكاديمي او التعليمي هو اللي بيتنسي بس؟ في سبب من اتنين ملهمش تالت. في سبب خاص بالبيئة التعليمية والبيئة اللي حوالين الطفل نفسها والظروف المهيئة لأن الطفل يستقبل المعلومة بشكل جيد، وفي حاجات خاصة بالطفل. طيب تعالوا نتكلم عن نقطة نقطة. الحاجات الخاصة بالبيئة التعليمية: أولا، عدم استخدام استراتيجيات مختلفة في التدريس أو تلقين المعلومة، واعتماد المعلم على حاجة واحدة بس اللي هي المستقبل عند الطفل: السمع. فمفيش نشاط، مفيش اكتيفيتي، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه شغلت النشاط الحسي عند الطفل او الاستقبال الحسي عند الطفل، ولا الاستقبال البصري عن طريق الصور او ممارسات كتير جدا المفروض تتعمل مع الطفل علشان ما ينساش المعلومه. فهنا الحاجات دي خارج الطفل نفسه، البيئه التعليميه نفسها، المستقبلات عند الطفل استخدمت واحده بس، اللي هي اعتمدت على الذاكره السمعيه للطفل، انه هياخد المعلومه مكتوبه على السبوره، عينه هتحتفظ بيها، الذاكره هتحتفظ بيها. وده ما بيحصلش بنسبه اكتر من 80%. الاطفال في الاعمار ما بين 4 ل 10 سنوات ما بيتعلموش بالشكل ده ابدا. اطفال الكبار من اعدادي وثانوي بيبداوا يدخلوا في مرحله ان هم يعتمدوا على السمع، وعادي جدا يستقبل المعلومه وبكون الذاكره نمت بشكل كافي. لكن الاطفال في الاعمار دي محتاجين استراتيجيات لنقل المعلومه كتير جدا، نستخدمهم ممارسات، نستغل كل حاجه عند الطفل، اللي هي المستقبلات السمعيه والبصريه وحتى الاحساس. ان الطفل يكتب على الرمل الحرف مستحيل ايده تنسى الرسمه اللي رسمتها. ان الطفل يحفظ جدول الضرب عن طريق ايده لانه ما قدرش يحفظه، مستحيل. الطريقه اللي المدرس اداله بيها الحروف بالانجلش واصواتها وجاب له كلمات فيها وقال له هات من عندك، مستحيل ينساها. المعلومات لما بتتاخد مجرده يا جماعه بتتنسي، يعني بتتلاشى عند الطفل. بعد ما يروح ما بيبقاش فاكر غير الموقف اللي انت مثلته معاه، خليت فيه نمذجه، والطفل بيعمل نموذج ويقوم ويمثل ويعمل، ده ما بيتنسيش. انما المعلومه اللي اتكتبت على السبوره دي سهل جدا انها تتمسح في ظل ان معلومات كتير قوي اخدها في نفس اليوم. وده بقى العتاب ده عند المدرسين. يا جماعه لازم تستغل كل حاجه عند الطفل وكل المستقبلات، ما تعتمدش على مستقبل واحد بس: السمع. ده لا يجدي مع طفل في ظل ان هو بيشوف حركه كتير حواليه وانشطه عن طريق اليوتيوب ومش عارفه ايه، واصوات واغاني وحركه ومش عارفه ايه، وانت جاي مستغل حاجه واحده بس، وهو ده مش مناسب مع الطفل ده. في اطفال سمعيه وبتحفظ كويس عن طريق السمع وترديد المعلومه، في طفل بصري بيحب الصور، تربط له بين الحرف وصور كتير ومش عارفه ايه، طريقه رسم الحرف ما تقولوش ده الف، بس قول له الالف عباره عن خط مستقيم وعليه على راسه همزه. اترسم في دماغه ان اي حاجه خط مستقيم على راسها همزه اللي انت مثلتها له اصبحت حرف الالف.
حرف الباء سنه نون ومشيت حبه نطت نطه وقع منها نقطه بقى حرف الباء. الكلام ده اللي بيقعد هنا. غير كده السبوره بتتمسح من عقل الاطفال بمجرد ما يخرج سبوره ولا سبوره وماده ورا ماده. ده بيحل محل ده، ده بيحل محل ده. فتخيل انت بقى في المحصله في الاخر، في اخر اليوم، تعالى يا حبيبي انت خدت ايه النهارده؟ تداخل في المعلومات، مش فاكر اي حاجه اصلا خدها. مفيش حد ربط له المعلومه بحاجه تثبت في دماغه وتبقى. الحاجات اللي خاصه بالطفل بقى ان طفلك اصلا يكون عنده تشتت انتباه. بمعنى انا ابني اصلا في البيت مشتت، لما بقول له على حاجه حطيت حاجتك فين يا حبيبي؟ ناسي. اذا انا في مشكله عند ابني اصلا، ان بينسى كل حاجه. مش دي بس، فاحنا بنروح في حته بعيده خالص عن الشغل الاكاديمي ونشوف الشغل السلوكي بقى. ده بقى لا شغلتي انا ولا المعلم اللي بيحكم ولا المعالج السلوكي، اللي هو بقى بعرض عليه حاله ابني واقول له ابني مش بينسى بس في الفصل، ده بينسى كمان في البيت. حاجته فين؟ مضيع حاجته على طول. تشتت الانتباه بيرتبط ارتباط كلي وجزئي بالذاكره، بالنسيان. الطفل ما فيش معلومه بياخدها وهو مركز فيها كده، لا ده كان مشتت مع صاحبه وهو ما عرفش بيعمل ايه، والساندوتش اللي في ايده، وشكل التولز اللي هي حضرتكم بتبالغوا في شراء شكل التولز، الادوات اللي ما عرفش شكل على العربيه، هو دلوقتي مخيول في بيئه كبيره جدا انت عملتها له كمشتته بقت انتباه، وساعدتيه اكتر ان يبقى عنده تشتت انتباه. بلاش نبالغ في شراء التولز، الادوات والسبلايز والكلام ده. بلاش، خليكم في بساطه في الحاجه. القلم هو قلم اللي بنكتب بيه اللي هو شكله كده، لا في فراشات ولا في معرفش عربيات ولا ايه بيطير ولا ايه بننفخ فيه بيعمل هواء. ابنك مشغول طول الوقت بالتولز اللي انت عملتي له من خلالها تشتت انتباه. نعزل كل مشتتات الانتباه وبعد كده ارجع اقول انا ابني عنده صعوبات تعلم. ابني بينسى كل حاجه، عملت معاه كل الممارسات دي اللي مس مروه قالتها واللي غير نصحني بيها، ومع ذلك ابني بيتشتت. اذا احنا رحنا في الجانب بتاع ايه؟ صعوبات التعلم. انا ابني فعلا عنده تشتت، وده له مقاييس معينه المعالج السلوكي بيعملها، على اساسها بيحدد ايه نقاط الضعف عند الطفل، وبنبدا نقويها ببعض الاختبارات وتطبيقها عشان اعرف الجانب ده وابدا اشتغل عليه. ده بقى لا دورك ولا المدرس ولا اي حد، ده ناقوس خطر بيقول انه ابنك دخل في مرحله صعوبات التعلم. ده ما بيفتكرش اي حاجه خالص، بلس ان حضرتك بتساعدي على ده طول الوقت. هو كل اهتمامه وشغلته الشغله الشاشات، وطول الوقت بشتري له في العاب اشكال والوان. انا اصلا مساعده ابني ان هو يتشتت وسايباه وتركاه. واوعي تعملي كده، اوعي تحسي ان ابنك بدا ان هو يدخل في مرحله صعوبات التعلم وانت سايباه. سايباه لمين؟ سايباه لمين؟ انت هتتحاسبي عليه. انت السبب الرئيسي والسبب الاساسي لو كل ده بيحصل مع ابنك وبرضه بينسى وعنده مشكله، وانت مصره ان تلقي اللوم كله على المدرس في الفصل. لا، هو بيعمل مع كل الطلبه كل الممارسات دي، وابنك الوحيد اللي عنده مشكله. اذا انا فعلا ابني عنده مشكله ولازم اعترف بكده، ولازم ادور وابحث واعالج ابني. مش هسيبه فريسه لامراض تانية جديده نتيجه ان هو مشتت، فتلاقيه ذاكره مفيش، انتباه مفيش، بيمشي يوقع حاجته، لا قدر الله بيحصل له حوادث وبيتخبط وبيقع وبيتعور وبيتفتح. وده معظم الاطفال المشتتين بيحصل معاهم بالفعل. فنصيحه مني انك تدوري، انا عملت كل الحاجات دي مع ابني والمدرس بيعمل كل ده وابني بينسى، اروح فين؟ امشي فين؟ اروح للمعالج السلوكي اللي هو ده دوره، مش دور مس مروه ولا دور اي حد تاني. مس مروه بناء عن دراستها قلت لك شويه معلومات تمشي على اساسها لما تشوفي ابنك ايه مشكلته، واغير من طريقتي وطريقه مذاكره ابني. لو هو المستقبلات عنده السمعيه مش شغاله، اروح اشوف حاجات تانية. دي نصيحتي لكل اللي بيسمعني. اتمنى كل اللي يسمع الفيديو ويستفيد منه يعمل لي شير للفيديو ولايك للقناه، واقول لكم ما تنسوش تتابعوني على قناتي على اليوتيوب التأسيس مع مس مروه. هتبسطها لك واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.